السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم الاثنين الموافق 7/11/2022، زي ما عودناكم كل يوم بفيديو عن الأسعار في السوق المصري، والفيديو ده خصصناه إلى أسعار مخلفات الأرز في السوق، كونة وسرسة وكسر الأرز والرجيع بمختلف أنواعه. يلا بينا نبدأ أسعار اليوم. أسعار مخلفات الأرز هنبدأ بالسرسة المطحونة. سرسة مطحونة يتراوح سعر الطن من 1900 إلى 2000 جنيه من أرض المضرب. أما بالنسبة لأسعار الكونة فسعر الكونة يتراوح سعر الطن الكونة من 7100 إلى 7200 من أرض المضرب. أما بالنسبة لأسعار الكسر يتراوح سعر الطن الكسر من 9500 إلى 9700 من أرض المضرب. أما بالنسبة لأسعار الرجيع فأسعار الرجيع بينقسم إلى 3 أنواع. نوع خط واحد، وده أقل نوع رجيع أو أقل جودة في الرجيع. بالنسبة لي فيه نوع تاني رجيع خطين، ده الرجيع الوسط اللي ماشي في السوق واللي متداول في السوق. وفي رجيع عليها كنتو كاملة اللي هو يسمى رجيع بلدي. أسعار الرجيع الخط الواحد يتراوح سعر الطن من 2600 إلى 2700. الرجيع الخطين يتراوح سعر الطن من 2900 إلى 3000 جنيه. أما بالنسبة للرجيع اللي عليه كنتو كامل يسمى رجيع بلدي، يتراوح سعر الطن من 3200 إلى 3400 من أرض المضرب. وبكده يكون عرضت لحضراتكم أسعار مخلفات الأرز اليوم في السوق المصري. ما تنسوش تدعمونا بلايك على الفيديو، ولو انت أول مرة بتشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار وقت تحميل الفيديو. بنعمل تقرير يومي عن السوق وعن الأسعار. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.